الاخوان نيو فيديو غادي نشوفوا صانعي المحتوى الخوت بدلوا الكونتوني ديالهم. فيديو الخوت ديال تواره ليتس جو. بداو بواحد النوع من المحتوى ولكن مع مرور الوقت كيبدلوه بشكل كامل. قنوات كانت معروفه بالجيمنج وفجاه ولات كدير الموسيقى، قنوات اخرى اللي كانت كدير فلوغات ولات كدير فيديوهات ضخمه. ولكن السؤال الحقيقي علاش اليوتيوبرز كيبدلوا المحتوى ديالهم؟ اليوم غادي نشوفوا بعض اليوتيوبرز المغاربه اللي داروا اكبر تغيير في المحتوى ديالهم. بعض التغييرات كانت قرار ذكي اللي خلات القناه تكبر بزاف. ولكن قبل ما نبداو اكثر من 70 باي ذا واي الخوت سميتو اسامه بائل اللي حطوا في هذا الفيديو بالرجل دار ترانسفورماسيون هربانه وكونتوني اللي كيدير نقايا الخوت بالروج ولا فهمتي كونتوني هربان. الا رجعنا واحد شويه اللور غادي نلقاو ان اسامه ما كانش تقريبا كيدير نفس المحتوى اللي كنشوفوه اليوم. فاش بدات القناه ديالو تقريبا في سنه 2017 المحتوى ديال القناه كان نوعا ما بسيط بزاف وكيتماشى مع ديك الوقيته. فيديوهات ديال لي تشالنج اللي كانوا دايرين واحد الباس خيالي. بالفيديو ان شاء الله غنديروا واحد التشالنج اللي شفتوا الايام ما عرفت نمشيو دابا بصح. هاد التشالنج هو غنحاولوا نعيشوا نهار كامل غيب وكي كان اصاحبي واحد خرب بلا تبدل 50 درهم. لا بزاف. غنحاولوا نعيشوا نهار كامل غير ب 10 دراهم. تخيلوا معايا نهار فطور غدا عشاء ب 10 دراهم صافي. الفكره اللي كانت دايره واحد البلباله ديال انك تعيش يوم كامل بواحد اللون معين. في الفيديو ان شاء الله ندير لكم واحد الكونسيبت اللي داروا بزاف ديال اليوتيوبر اخرين ولكن عجبني صراحه، اللي هو عشت يوم كامل بلون واحد، واللون اللي اختاريت هو اللون الاحمر حيت صراحه كيعجبني هو غنلقى الماكله اللي في اللون الاحمر، الحوايج اللي في اللون الاحمر وغيجيني شويه والله تطلع النيفو الخوت بالجابه سهل بارابور للزرق. وايضا فيديوهات متنوعه اللي قدرت تجيب مئات الالاف من المشاهدات، بحيث اليوم بزاف ديال الناس كيعرفوا القناه ديالو فيها فيديوهات وثائقيه وتحليليه، فيديوهات كيهضر فيهم على مواضيع علميه. في 2015 العلماء غيلقاو واحد الكوكب اللي كيتسمى الكيتو 18، وهذا الكوكب ماشي كباقي الكواكب حيت غيلقاو فيه واحد المركب غازي اللي كيتسمى الدايميثيل سولفايد كبريتيد ثنائي الميثيل، وهذا الغاز معروف كيتم الانتاج ديالو غير عن طريق الكائنات الحيه. يعني وجود الغاز في هذا الكوكب كيعني وجود حياه. افكار غريبه في الانترنت. في هذا الفيديو غنجاوبوا على كاع هاد الاسئله وغنجربوا واحد الفلتر اللي هو خارق. فهمت كيفاش؟ فلتر ممتاز كيقد يفلتري اي حاجه فيها نسبه ديال الماء، وهذيك النسبه ديال الماء كيخرج بباه وكيعطيك ماء صالح للشرب من اي حاجه، حتى مواضيع اقتصاديه واجتماعيه. قريبا هاد الفلوس الورقيه ما غتبقاش عندها قيمه، وماشي غير هادشي وصافي، غادي يختفيو من العالم كامل وما غاديش يبقى حيت بان فيهم. ولكن بالروج هذا الكونتوني اللي كيدير هربان الخوت بالروج حيت كيفيد بنادم ماشي غير كتفرج وصافي فهمتي عادي كتستافد. واحد المشكل كبير عليها بزاف الدول بداو كيحاربوا الفلوس الاوراق. ولكن المثير في الاهتمام هو ان هذا النوع من المحتوى ما كانش هو البدايه ديالو. الا مشيتي لفيديوهات قديمه في القناه غادي تلقى فرق واضح. الفيديوهات كانت نوعا ما بسيطه والمواضيع كانت خفيفه بزاف، حتى طريقه التقديم اللي كانت مختلفه شويه بحال بزاف ديال اليوتيوبرز في البدايات ديالو. اسامه كان كيجرب افكار مختلفه باش يشوف شنو اللي كيشد الانتباه ديال الناس، ولكن مع الوقت من 2014 ل 2018 بان بان هذه الطريقه ما كانتش كتعطي داك الانتشار الكبير. بحال هذه كنت كنحلم غير نوصل ل 100 ابوني. كما كتعرفوا بديت في يوتيوب في 2014 ومن 2014 حتى ل 2019 يلاه وصلت ل 500 ابوني. تخيلوا معايا 500 ابوني من 2014 حتى ل 2019، 5 سنين يلاه 500 ابوني ومع ذلك جا غير لاشي. وهنا فين غادي دونك الحمد لله على خوت حنا بحال عامين وصلنا لوانكا. دونك هذا كيبشر بالخير هو 5 سنين الحمد لله ماشي بوحدي الخوت الحمد لله. يبدا التغيير الاول في المحتوى. اسامه بدا كيدير فيديوهات اللي فيهم واحد القصه ومواضيع قريبه، فيديوهات كيصور فيهم اليوميات ديالو مع حيواناته الاليفه. وهذا المحتوى بالتحديد يلقى واحد الاقبال كبير ديال بصح. المحتوى ديال اسامه في هذا الوقيته نقدروا نقولوا بلي ما كانش ثابت على واحد الحاجه معينه، فيديوهات مع الكلب ديالو، فلوغات وحتى فيديوهات اللي فيهم تجارب علميه. ولكن بجانب هذه الفيديو ولكن واخا فهمتي فيديوهات متنوعه فهمتي اهم حاجه هما كيضربوا له الفيوز دونك كيبينوا انه غادي مزيان. الفيديوهات المتنوعه اسامه كان كيركز بزاف على الفيديوهات ديال لي تشالنج، حيت من ابرز هاد الفيديوهات هو تحدي اكل 10,000 سعره حراريه في يوم واحد، تحدي 24 ساعه داخل المسبح، وفيديوهات اخر اللي كلهم المشاهدات ديالهم كانت مليونيه. وهادشي بطبيعه الحال مدعوم بزاف ديال لي كومونتير اللي عاجبهم هاد الفكره ديال السلسله. خويا اسامه عفا كمل في المحتوى ديال التحديات راه كضحكنا ديال بصح، احسن محتوى غير كمل فيه راه غادي توصل للمليون في اقرب وقت. والعديد من التعاليق الايجابيه اللي كانوا طايحين في المحتوى. وبالفعل اسامه بقى مكمل بنفس المنهجيه، فكره مورا فكره وفيديو مورا فيديو، حتى لتاريخ 12/7/2025 فين غادي بوستي تقريبا اول فيديو في المحتوى الجديد. دجاج، اللحم،
الحوت. لكن كاين واحد السورس ديال البروتين قويه جدا، ثلث ديال العالم كان كيعتمد عليها من شحال هادي، وحتى المغرب كان كيعتمد عليها في واحد البيريود، وحتى دابا باقي بعض المغاربه كيعتمدوا عليها. اسامه غادي يبدا يدير واحد الفيديوهات اللي الواجهه ديالهم واضحه ديال بصح، اسئله بحال شنو كيوقع في العالم، شنو هي النظريات اللي دايره في السوشيال ميديا، وشنو هي القصص اللي الناس ما كيعرفوهاش. هاد النوع من الفيديوهات عندهم واحد الميزه كبيره، يخلي المشاهد يبقى متابع القصه حتى لاخر الفيديو، وهذا الشيء بالضبط اللي طرا في الواقع. المشاهدات بدات كتطلع والتفاعل تزاد، حتى الفيديوهات اللي ولات كتنتشر اكثر. صراحه ما نكذبش عليك، الشرح ديالك جاني احسن من الاستاذ مع المستملحات ديالك، راك ناضي ديال بصح. شكون اللي بغى اسامه يبدا يشرح لنا الدروس في الفيديوهات الجايه، وبزاف ديال المتابعين اللي عجبهم داك التغيير التدريجي للمحتوى الجديد. ومع مرور الوقت القناه تحولت تدريجيا لواحد النوع من المحتوى اللي يقدر يميزها على بزاف ديال القنوات. والمثير اكثر هو ان هذا التغيير ما جاش غير بالصدفه. في يوتيوب بزاف ديال اليوتيوبرز كيكتشفوا مع الوقت ان النجاح ما كيجيش غير من الفكره، ولكن من اختيار النوع الصحيح ديال المحتوى. بالنسبه لاسامه هذا الاختيار كان هو المحتوى الوثائقي، واليوم هنا شفنا القناه ديالو غادي تبان لك الهويه ديالها واضحه، فيديوهات طويله ومواضيع مثيره للتفكير، واسلوب السرد اللي كيخلي الناس يتفرجوا حتى لاخر الفيديو. هادشي زيد على التنظيم اللي ولا معتمد على كل سيمانه فيديو في الوقت المحدد، خلى القناه تكبر بشكل كبير مقارنه بالبدايه. ولكن اسامه بائل ماشي هو الوحيد اللي دار هذا التغيير، حيت في المغرب كاينين يوتيوبرز اخرين اللي بدلوا المحتوى ديالهم بشكل كبير، بحال المثال ديال رضا صراوت الاسامه بالرجوله حيت كنت ناضي انا بعدا كنتفرج له.